يا هلا والله وغلا، يا هلا والله بحبايب قلبي، كيف حالكم؟ ان شاء الله انكم بخير. متابعيني اليوم بسوي معكم كيكة برتقال هشة ما شاء الله تبارك الله، وقطنية ومنتفشة بالمرة ما شاء الله. بستعرض لكم المقادير الآن. شوفوا متابعيني، هذه ملعقة صغيرة وسط، مو بس صغيرة وسط، بيكربونات الصوديوم، وهذه 3 ملاعق من هذه برضو بيكنج باودر. هنا ملعقة، بس الملعقة الكبيرة حقة الأكل خل. هنا علبة زبادي، شفتوا؟ هذه علبة زبادي. هنا 5 بيضات، طبعا البيضات بحرارة الغرفة. 5 بيضات. 3 كاسات طحين أبيض منخول، طبعا لازم ننخله عشان تصير الكيكة هشة وتهبل. هنا شوفوا متابعيني، نفس الكاس، نفس مقاس الكاس واحد، الطحين والسكر والزيت نفس المقاس. هنا 3/4 الكاس زيت وملعقتين زبدة، وملعقتين زبدة. كاس كامل سكر، كاس كامل سكر. شوفوا نفس الكاسات نفس المقاس. 3 كاسات طحين، 3/4 الكاس زيت وملعقتين زبدة. شوفوا الزبدة تحت، شفتوها؟ وهنا كاس سكر. هنا متابعيني برتقالة كاملة قطعتها 4 وشلت البذر على قولتهم، البذر اللي فيها عشان ما يمرر ويعطينا مرارة. قطعتها بقشرة، شفتوا؟ لا اله الا الله. وفانيليا عشان زفرة البيض، وذا الخل والفانيليا عشان زفرة البيض وهذا. والآن ببدأ معكم. شفتوا الخلاط؟ أباحط كل المقادير بالخلاط ما عدا الطحين والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم، أخليهم بعد ما ينخلطوا واحد الطحين أحطهم فوقه. والآن ببدأ معكم. بسم الله. أجيب الخلاط، أحط بالبداية ال5 بيضات، شفتوا؟ لازم نفكشهن قبل ببادي ولا بشيء عشان نشوف هي سليمة ولا لا. شوي شوي بعدين احط الزيت والزبدة على شكل خطوط، على شكل خطوط. احط علبة الزبادي، خلي بحرارة الغرفة، لازم البيض والزبادي بحرارة الغرفة. يختلطوا سوا. شوف هذا البرتقالة، البرتقالة بقشرة. البرتقالة بقشرة وأعلي عليها. شوفوا هنا خلطنا الخليط. الحين بحط عليه كاس واحد طحين وخلطه بالخلاط هذا.
الثاني. شفتوا هنا أنا خلط الطحين بالعجانة ما شاء الله. العجانة هذه رهيبة من فورديل. الحين أصب عليها المزيج كله، أصب كل المزيج فوق الطحين. بعدين وش أحط بالنهاية؟ أحط البيكنج باودر، أحط بيكربونات الصوديوم هذا تخليها هشة ما شاء الله منتفشة، أحط الخل، ملعقة الخل. شفتوا شلون؟ الآن أشبكها وأخليها تعجن لمدة 5 دقائق. شفتوا هنا جالسة العجانة تعجن، بس إذا اجتمع كل المكونات خلاص لا تبالغون بالعجن عشان ما تروح النفشة منه. الحين سكروها وما شاء الله تبارك الله حطوها. شفتوا العجانة بالمرة رهيبة. طبعا هنا حطيت هنا الصينية، شوفوا الصينية مع انه قديم لكن انا احبه. شفتوها؟ احبه، انا اخذتها من امي هذه الله يغفر لها ويرحمها، واحب اسوي بها الكيك ما شاء الله تبارك الله. هنا اجيب خليط الكيك اصبه بالصينية، اصبه بالصينية كله وبعدين اواسيه. شفتوا ما شاء الله؟ ملعقة وانزله كله بوق. شفتوا هنا الخليط حطيته بالقالب. الآن اواسيه كذا واطقه على الرخام عشان يطلع الهواء اللي منه اللي جواته، وما شاء الله تصير هشة ومنتفخة وش زينة. شوفوا الآن الفرن أنا مشغلته قبل على درجة حرارة 180 من تحت، أخليها نص ساعة بعدين أشوف إذا خلاص استوت الحوايف هذه صارت بنية معناتها استوت، خلاص أولع عليها من فوق تتحمر. ما شاء الله تمتعوا بألذ كيكة بالوجود. شوفوا الكيكة ما شاء الله تبارك الله يوم خلصت. الآن لا تحاولون تقلبونها وهي حارة عشان ما تتكسر تفتت عليكم، خلوها تبرد شوي بعدين اقلبوها. شوفوا بقلبها على سطح المطبخ ما شاء الله تبارك الله. شوفوا على طول نزلت، ما شاء الله تبارك الله قطنة هشة. شفتوا ما شاء الله ريحة البرتقال شيء مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. أنا بوريكم قطعة منها كيف إنها هشة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله التخريم فيها مستوية ومن أحسن منكم. شوفوا هذا من فوق هذا من تحت، طريقة جدا ناجحة وما شاء الله تبارك الله شهية. وريحة البيت ما شاء الله ريحة مخبوزات، ريحة البرتقال بالمرة باينة.